ايضا ثبت علميا وفي رساله الدكتوراه او رسائل اكثر من رساله معمول ان بول الابل فيه شفاء لكثير من الامراض، وفي مزرعه في مرسى مطروح قائم عليها عدد من الاطباء يعالجون الناس من امراض مستعصيه ببول الابل. الطب دلوقتي يعني يا ريت تسمعوا من واحد بيقرا قليلا برضو على حسب كلام الدكتور زغلول. الطب اسمه الطب القائم على الدليل، واعتقد ان الدكتور زغلول كجيولوجي يمكن سمع زميله الطبيب بيقول ان احنا بندرس حاجه اسمها الطب القائم على الدليل. ما ينفعش كلمه ثبت علميا وفي مزرعه في مرسى مطروح وفي مش عارف غيط في سمنود، الكلام ده ما ينفعش في الطب. منشور على مستوى عالمي. لازم اكون موفق طبعا اجيب رساله معايا طبعا المعترف فيها في ميكي وسمير ومصور في حاجه اسمها مجله علميه لكل تخصص. انا مش معقول هعلمك يا دكتور زغلول. نمره 2، انا اكبر منك سنا واعلى منك علما. معلش يا دكتور انت مش هتعلمني. انت كفرت. انا اعلم اجيال مثلك وانا منهم. انا اعلم اجيال مثلك. لا وانا سعيد بالتعلم منك الحقيقه، بس يعني مش سعيد باللي حاصل للمسلمين من افكارك للاسف. يعني انا اعتبرت ده مصيبة للأمة في نظر الشعوب التي اخترعت لنا ونحن قعود كل الفاكسينات اللي قضت على الطاعون وقضت على الكوليرا وقضت على التيفويد وقضت على كل هذه الأمراض، واحنا قعود بجوار النياق بتاعتنا ساندين ظهرنا عليها ومستنيين اللي يكتشف لنا ويخترع لنا. فنيجي نكتشف احنا نقول بول الناقة. أليس البول هذا مخرج لسموم الجسم كله؟ هو الدكتور عايز يقول لنا شيء لا نعلمه؟ يا أخي احنا بنعرف نقرأ والله، والعلم متاح والله. هو يعني بيقول لك انه هذا مخرج لكل سموم الجسم. أروح أنا أشربه. بيقول لك ان في معسكر في طريق مصر اسكندريه يا دكتور مرسى مطروح في مرسى مطروح بيتم علاج البشر ببول الابل والنتائج وقائم عليه اطباء مرموقين. طب ده كده بيعلن لنا عن كارثه ثانيه. يعني يجب على انا انادي وزير الصحه وعلماء الطب في مصر ان يذهبوا الى هذا المكان ويكشفوا عما يحدث فيه. انت هتبلغ في الدكتور ولا هو جاي حلقه؟ لا انا ببلغ في لا اله الا الله. دي مساله تتعلق بصحه المواطنين واحنا ننظر بصحه الشعب. طيب الله بيقول لك يعني بول الابل اللي فيه كل السموم يعني ازاي يعالج بيه البشر، ودعا وزير الصحه انه يذهب لهذا المكان. طب اقول له ان هناك يبلغ فيك في النهايه. نعم هناك شركه للادويه سويسريه يمثلها في جدة يعني صيدلي مصري من كبار الصيادلة المصريين، وهذه الشركة تنتج دواء من بول المرأة الحامل. وإذا كان يقول إن البول يعني مليء سموم ومخارج جسم، شركة أدوية سويسرية تنتج دواء لكثير من الأمراض من بول الحوامل. ده صواب يا أستاذ، هفترض إن ده صواب. خليني أكمل كلامي. خليني أكمل كلامي. ده مختبرات قامت وفرقت. خليني أكمل كلامي. أنا لم أقاطعك يا أستاذ سيد. خدوا البول خام. يا أخي خدوا بول الولية لا أنا لم أقاطعك. بقول البشر يعني هروح أشرب بول مراتي. طيب دكتور سيد خلينا بس أستاذ سيد خلينا أنا أقول هناك أكثر من رسالة دكتوراه عملت في جامعات غربية وجامعات عربية، منها جامعات المملكة العربية السعودية، عن بول الإبل، وثبت ثبوتا علميا قاطعا أن بول الإبل فيه شفاء للعديد من الأمراض. أنا لست متخصصا في هذه القضية. أنا عايز بس دكتور أتأكد أن هذا الكلام علمي حتى لا نصدر كلاما غير علمي للمشاهد، ونبقى نتورط في إنه الناس تروح تتعالج دلوقتي في المكان اللي حضرتك بتقول عليه وتسيب الأطباء. أنا ما حدش قال هذا، مشرف عليه أطباء، مشرف عليه أطباء متخصصين بأعلى درجات التخصص، يعني مش كلام عوام يعني. هذا المركز مشرف عليه أطباء. أستاذ وائل أنا لو أعلم ذلك أنا هبعت لك بالفاكس أسماء عدد من الرسائل العلمية
التي اشتغلت على بول الإبل في العالم زي بالضبط الشباب اللي هاجوا وموتوا السفير الامريكاني. احنا بنتجرس في العالم دلوقتي بسببهم. انا الدكتور علي جمعه مفتي الديار قال ذات يوم، وكانت المشكله برضو كانت فضيحه كبيره، ان بول الرسول شافي كويس وهو من هو، واعتبرت في ذلك الوقت فتوى. انا اقترح على الشيخ زغلول النجار باعتباره رجل جيولوجي، بدل ما نشرب بول الإبل نشرب بول النبي، ويروح مكة والمدينة ويبحث لنا كجيولوجي. يعني هذه الفتوى أثارت جدلا وقتها. هذا كلام يناسب الحلقة. لا يا أخي خلينا، هذا كلام يناسب الحلقة. يعني بول الرسول عليه الصلاة والسلام مؤكد هيبقى أفضل من بول الناقة، يكشف لنا عنه باعتباره جيولوجي وينتج لنا علم. يعني هو حتى فتوى الدكتور علي جمعة وقتها أثارت جدلا، والبعض يعني ما يعني هي بول النبي بقى ولا بول الرسول؟ طيب أستاذ سيد القمني، ألف شكر.